السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وتنتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في صحه جيده وفي احسن حال. وتنقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفه جديده. والوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد العصير اللي تيجي منعش وتيجي لذيذ واقتصادي بثلاثه المكونات صافي، وتخرج لنا الكميه اللي هي كثيره. وبسم الله على بركه الله. عندي هنا 250 غرام ديال القرعه الحمراء. غادي نقشرها ونغسلها ونقطعها مرصوات وغادي نديرها في الكاسرول. ومهم الا بغيتو تضاعفوا الكميه غادي تزيدوا، غادي تزيدوا ديروا نص كيلو ديال القرعه ومهم عاد تضاعفوا من كل شيء. غنضيف ليها هنايا نص لتر ديال الماء وغادي نشعل عليها البوطه ونخليها تسلق. انا هاد الكميه خرجت لي تقريبا 2 لتر ديال العصير، راه تيخرج كميه اللي هي معقوله وتيجي لذيذ بزاف الصراحه، تيجي زوين. صافي نخليها حتى تسلق. تسلقات ومن بعد خليتها حتى بردات عاد باش يمكن لينا نوجدوا به العصير. صافي انا خليتها انا حتى بردات مزيان ونخليوها بالماء ديالها. عندي هنايا 3 ديال البرتقالات عندي متوسطين، وإلا كانوا عندكم برتقال كبير ديروا 2. انا بالنسبه لي عندي هنايا صغير درت 3. والياغورت في هذا العصير الياغورت ديال المونك ولا الخوخ، واحد اما المونك اما الخوخ لكم الاختيار اللي تتحبدوا. صافي غادي ندي هاد البرتقالات غادي بطبيعه الحال راه مغسولين، غادي نقشرهم ونقطعهم على هذا الشكل هذا. صافي وغادي ناخذ الخلاط، وبطبيعه الحال نحتاجو السكر. صافي غادي نجيب الخلاط اللي غادي نوضع فيه المكونات اللي عندي كاملين. صافي غير هاد المكونات بثلاثه غادي نوجدوا واحد العصير اللي منعش ولذيذ بزاف وجد اقتصادي. غادي ناخذ الخلاط غادي ندير فيه القرعه اللي غادي نديرها بالماء ديالها اللي سلقتها فيه. درت انا نص لتر ديال الماء بالنسبه ل 250 غرام ديال القرعه، نص لتر ديال الماء وخليتها حتى بردات. وغادي نضيف ليها دابا داك البرتقال اللي قطعت على هذا الشكل هذا. المهم نقيته مزيان، حيت لهم العظوم الا كانوا شي عظومه وصافي. وغادي نضيف لهم الياغورت. قلت لكم الياغورت اما بالنكهه ديال المونك ولا الخوخ، تيتواتاو مع هذا العصير بزاف بزاف. تيجي ملي تنشربو تيجي بحال اللي الا درنا بالخوخ تيجي بحال اللي راه درناه بالخوخ ولا المونك، فهمتوا؟ صافي غادي نضيف دابا عاوتاني نص لتر ديال الماء. في المجموع عندي لتر ديال الماء، النص الاولاني اللي سلقت به والنص الثاني هو اللي غادي نطحن به. المهم القوام نتوما تتحكموا فيه. والسكر دائما تبقى على حساب الذوق، انا غندير 3 ديال المعالق كبارين يكونوا بومبي. ومهم نتوما تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا. صافي غادي نطحن كل شيء مزيان. وهنا من بعد ما طحنت العصير ديالي طحنته مزيان، انا عندي الخلاط تيطحن مزيان، تقدروا نتوما تصفيوه. انا ما صفيته ما والو، خليته هكذاك صافي. وتيجينا عصير خاتر وتيجي لذيذ بزاف. وتيخرج لنا خرج لي واحد الكميه ديال 2 لتر ديال العصير تقريبا. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. تنقدم لكم بالصحه والراحه، راه تيجي زوين دغيا تيوجد وتيجي كميه اللي هي كثيره بواحد المكونات اللي بساطين بزاف. وتنقدروا نوجدوا عصير اللي نوجدوه في الطبيله ديال الفطور ديالنا. وتنقدم لكم بالصحه والراحه وتنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده بحول الله. مع السلامه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني بلي لايك، والناس اللي اول مره غادي يزوروني في القناه نقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والناس اللي مشتركين تنقول لكم مرحبا بكم مره واحده اخرى. وما تنساوش تخليو لي شي تعليق يكون زوين وديروا لي واحد اللايك هكذا باش يقدر الفيديو يطلع لنسبه المشاهده اكثر وتشجعوني اكثر. مع السلامه.